السلام عليكم. في فيديو منتشر لراجل كبير في السن وهو بيقول الكلام ده وبيقول انه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللتام، فقال له حذيفة بن اليمان: ما يبكيك يا خير الأنام؟ فقال له: وكيف لا أبكي وقد يأتي على أمتي زمان يفقد فيه الإسلام، يضيع فيها الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الزكاة ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران، إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا اتبعوه. الكلام تحس انه كلام جميل، لكن مش اي كلام جميل يبقى كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث موضوع، يعني مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. ودي نقطة مهمة قوي ولازم نخلي بالنا واحنا بننقل كلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع مش زي كلام اي حد. فلو هننقل كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم نحاول نتأكد منه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله اصلا او ما قالوش، يعني الحديث ده صحيح ولا ضعيف. ونخلي بالنا دايما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيا ريت نخلي بالنا وبلاش ننقل اي كلام على انه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا